السلام عليكم، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. كذا حد بعت لي فيديو بيتقال فيه ان 40% من حالات تكميم المعده الوزن بيرجع تاني. وطبعا الفيديو انتشر جدا وكذا حد بعت لي وكان خايف جدا وحاسس ان الناس شمتانه في عمليات السمنه، ودكاتره الجراحه متضايقين من الفيديو، ودكاتره التغذيه كارهين اصلا معظمهم كارهين العمليات السمنه، فايه فرحانين بالفيديو. فأنا حابب أتكلم النهاردة بشكل من أرض الواقع عن عمليات السمنة عموما وتكميم المعدة، وهتكلم على فعلا النسب اللي فعلا الناس بتزيد. أنا معظم شغلي تغذية ما بعد عمليات السمنة، وأكتر شغلي مع الناس اللي زايدة أصلا بعد عمليات السمنة أيا كان نوع العملية إيه. أنا حابب أتكلم بقى على التكميم المعدة من أرض الواقع. من ارض الواقع، هل فعلا 40%؟ هل اكتر من كده 70 80%؟ انا هتكلم على ارض الواقع باني تابعت اكتر من 5000 ونص حد عامل عمليه من باب التغذيه والسلوكيات على مدار 3 سنين. اول حاجه هنتكلم، ده فيديو تعريفي على الحاجات اللي احنا هنتكلم اصلا فيها باذن الله. اول حاجه، الدكتور وعدك بايه؟ هل الدكتور اصلا وعدك اللي انت هتعملها عمليه وهتكوني ملكان؟ هل وعدك اللي انت هتعملها عمليه وخلاص العمليه كل حاجه في الدنيا وانت هتعيش ملكه بعديها ومش مهم التغذيه ولا مهم النفسيه؟ الدكتور وعدك بايه؟ شوف الدكتور وعدك في ايه وامسكي في اللي وعدك بيه. تاني حاجه، هو اصلا التكميم هو اللي بينزل في الوزن ولا نظام الغذائي اللي بينزل بعد العمليه؟ دي مهمة، دي أفكار في دماغك. هو أنا عملت تكميم يبقى خلاص كده، ولا همشي دايت مدى الحياة؟ التكميم اللي بينزل ولا نوعية الأكل اللي بعديه هي اللي بتنزلني؟ إيه اللي بينزلني في الوزن؟ تالت حاجة، هو أصلا سبب المشكلة إيه؟ هو أنا أصلا يا جماعة اتخنت ليه؟ مش أنا ممكن أصلا أكون بدخل عشان بنام 8 الصبح والحرق عندي متدمر، والدكتور عمل لي عملية وأنا أصلا مش محتاجة عملية، محتاجة أنام بدري. أنا اتخنت ليه؟ هل الدكتور قعد معاك وفهم سبب التخن ايه؟ هل حجم المعده اصلا عندك كبير؟ هل اصلا المشكله في نوعيه الاكل؟ هل المشكله في العادات؟ هل المشكله في الجوع العاطفي؟ فسبب المشكله لو ما اتحلش هنرجع نتخن تاني. سبب المشكله لو ما اتحلش هنرجع نتخن تاني. رابع حاجه، هو اصلا الدكتور قال لك اتابعك ازاي؟ هل انت رايح لدكتور اكنه جراح بس هيعمل عمليه ناجحه؟ وفي مصر جراحين السمنه في مصر رقم واحد، الله اكبر عليهم الا ما رحم ربي. هل الدكتور قال لك انا هجيب لك بقى تغذيه بقى وهدلعك واظبطك وفي الاخر ما تابعكيش؟ هل الدكتور بجد قال لك اتابعك تغذيه بقى واجيب لك دكتور نفسي واجيب لك هيلز كوتش يظبط معاكي؟ واصلا المفروض الدكتور يتابعك ازاي بعد العمليه؟ المفروض هل تابعك بجد؟ هل عمل لك جلسات نفسيه للجوع العاطفي اللي سبب التخن؟ هيجيب دكتور نفسي عشان لو في تروما او في اضطرابات طعام او في مشكله او في حاجه بتدخلك في نوبات اكل؟ هل جاب لك تغذيه بعد العمليات فاهم يغذيك ويلبي احتياجاتك من غير ما كبر لك المعده؟ رابع حاجه، الدلع. في بنات بتعمل تكميم من باب الدلع. انا اسف الكلام ده هيضايق ناس. دلع 80 و85 كيلو، الهوس النزول السريع، هوس النزول، عاوز اخس بسرعه، عاوزه زي بنت خالتي، عاوزه هوس. ودلع لعمليات التكميم فكراه حاجه سهله، فالدلع هتكلم عليه. طيب، وهتكلم برضو انا دلوقتي عملت العمليه ازاي احافظ على وزني وازاي احافظ على عمليتي. وحابب اقول احصائيه لجمعيه علم النفس الامريكيه بتقول 84% من حالات الجوع العاطفي، والنهارده في مصر حدث ولا حرج ما شاء الله كل ستات جوع عاطفي الا من رحم ربي بسبب الظروف والنفسيه وشيل الهم والكلام ده كله. والاكل الحاجه الوحيده اللي بتسكن المشاعر او بتفرحني شويه. مش بينفع معاهم دايت. 40% من حالات الجوع العاطفي، 84% من حالات الجوع العاطفي الدايت مش بينفع معاهم، و57% اصلا من زياده الوزن سببها جوع عاطفي. فالعمليه دي لو انت عندك جوع عاطفي وعملت تكميم مش هينفع معاكي، مش هينفع. فسبب المشكله ايه؟ فانا هتكلم على كل بنت بنود باذن الله في ريلز كده دقيقه دقيقتين اوضحها بالكامل، عشان فعلا حرام اللي بيحصل وتكوني فاهمه وواعيه. وشكرا ليكم، وشاركوني في التعليقات حابين نتكلم على ايه.
ما قصدي اللي هيعمل تكميم معدة وعنده مشكلة التخن أصلا، جوع عاطفي أو عادات أو سلوكيات أو بيئة، هيخس في الأول وهيكون زي الفل. بس لو مرجعش يحل أصل المشكلة اللي هي سبب التخن في الأول، هيرجع يتخن تاني. فمحتاج لما يعمل عملية تكميم يشتغل على كل حاجة، يشتغل على النفسية، على المشاعر، على الجوع العاطفي، على العادات، على السلوكيات، على التغذية السليمة. لو ما اشتغلش على الكلام ده كله هيرجع يتخن تاني. ده القصد من كلامي.